ما الذي حدث؟ دقائق قليلة اهتزت بها الأرض، فأصبح الناس بين ناج مفجوع بأهله، ومصاب يرجو رحمة ربه بنفسه وبذويه. غفل الناس عن ربهم، فأراد الرحيم بأنه رحيم ولن يأخذهم بغته، لأنه رحيم أراد لهم أن يعودوا إليه، أن يتوبوا من ذنوبهم، أن يستغفروا وينيبوا إليه، ولأنه لا يعجزه شيء ولا يرد أمره إن أراد شيء، ولا معقب لحكمه إن قضى أمرا. قدر ما جرى وما شاء فعل. فيا عباد الله، ها قد من الله علينا بأن أرانا آية من آياته، قد تكون غضبا وقد تكون تذكيرا، وما أرانا إياها إلا لتنبيهنا من غفلتنا وإيقاظنا من سكرتنا، وإعطاءنا فرصة للعودة وفرصة ليرى منا ما يحب ويرضى. وكما ترون وترون، إن الأرض ضجت بالمعاصي وامتلأت أركانها بالآثام، والناس فيها أشباه للموتى والنيام، فليس لنا سبيلا إلا الرجوع لرب الأرض والعباد. فتوبوا لله توبة نصوح، وفروا إليه وأحسنوا لجوءكم إليه. وأما من قضى من أهل الإسلام فقد قضى إلى رحمة الله، ونرجو له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان على فراقه. نعم، المصاب جلل، والخطاب عظيم، وأوجاع المسلمين واحدة. ألمنا صوت كل متألم، وأوجاعنا جرح كل مكلوم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون.